اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة. جبت لكم النهاردة بقى الصينية الجبارة، صينية بجد اقتصادية جدا ومغذية جدا جدا، بتجمع البروتين وبتجمع مجموعة خضروات حلوة قوي، تنفع للاطفال ومغذية قوي. كملوا معايا الفيديو للاخر وشوفوها، وصفة هتعجبكم جدا وجميلة فعلا يعني. بالذات بقى التركية اللي في الاخر ديت في اخر الفيديو الاطفال بيحبوها قوي بسببها. هنحضر معانا دلوقتي بطاطس وهنقطعها مكعبات بالشكل دوت، وهنجيب بقى كام حبة متنجان كده رومي وهنقطعه برضو مكعبات، والبصل برضو كام فص توم كله مكعبات، وهنحضر معانا طماطم وبرضو فلفل اخضر، او لو عندك فلفل الوان حلو قوي يبقى كويس، بيضيف قيمة غذائية حلوة جدا. هنقطعه برضو كله مكعبات كده، وهبتدي بقى دلوقتي احمر البطاطس تحميرة كده متوسطة، وبعد كده بقى هخش على المتنجان برضو هحمره بنفس الطريقة برضو. الطريقة دي بتبقى حلوة جدا، ما بتخليش المتنجان يشرب زيت خالص خالص. هقلب كده عليه باستمرار، يعني انا حطيت الكمية كلها تعتبر في طاسة واحدة وما شربتش زيت خالص. دلوقتي في طاسة تانية معايا هحط فيها شوية زيت. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت في قيمة غذائية جامدة جدا فيها. هنحط بقى البصل دلوقتي على الزيت كده وهنديله تشويحة بسيطة قوي، هنضيف عليه فصين الثوم اللي احنا دقيناهم مهروسين، برضو هيتشوح كده مع البصل. اعمليها وجربيها والنتيجة في الاخر هتبقى روعة روعة بجد. دلوقتي في ناس كتيرة هتقولي دي مسقعة، لا هي بعيد شوية عن المسقعة ومختلفة خالص، مختلفة خالص بطريقة حلوة جدا يعني بجد. صينية حلوة قوي قوي. احنا هنبتدي بقى نحط الخضار دلوقتي. هنحط الطماطم كده وهنفضل نقلبها، هتتشوح الطماطم مع البصل لغاية ما الطماطم تبتدي تنزل ميتها. هضيف دلوقتي برضو الفلفل الرومي اللي احنا قطعناه، ولو فلفل الوان يبقى كويس برضو يبقى حلو قوي. لو عايزاها سبايسي شوية ممكن تحطي قرن فلفل حامي. هي ما بتاخدش وقت خالص، كلها دقايق وبتلاقيها خلصت. التوابل بتاعتها هي 3 حاجات بس، انا بحط الملح وبحط فلفل اسود وبحط شوية كمون. ما بحبش اكتر في توابل اكتر من كده عشان يبقى الطعم ظاهر فيها اوي، طعم الخضار والحاجة فيها تبقى ظاهرة. هنبتدي بقى نقلب كده ونشوح خالص، وهتبتدي الطماطم تنزل المية بتاعتها. هنا كده الطماطم هي ابتدت تنزل المية بتاعتها مع التشويحة، هي ما خدتش 10 دقايق خالص. هنزل بقى بالبطاطس والمتنجان اللي احنا حمرناهم، هنزل بيهم على الخضار الجميل ده بقى كده، وهبتدي بقى اقلب تقليبه بسيطة. هي هنا بقى كل حاجة عندي مستوية، فعشان كده ما بتاخدش منك وقت خالص، ولا هتدخليها فرن ولا حاجة، هو كله على عين البوتاجاز بس. هنقلبها كده تقليبة بسيطة. بصوا بقى الحركة اللي جاية دي حلوة قوي. هبتدي دلوقتي كده اعمل حفر كده في قلب الصينية بتاعتي. في الحفر دي بقى انا هعمل ايه بقى، هكسر بيض وهبتدي احط فيها البيض بحاله كده. هضيف البضايه كده بحالها من غير ما اربها ولا اي حاجه. هعمل زي عيون عيون كده في قلب الحفر ديت، واروح منزله منزله فيها البيض. حطي بقى اي كميه بيض انت عايزاها، انا هنا حطيت فيها 5 بيضات. على فكره حلوه قوي 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 وجميله جدا وفيها قيمه غذائيه حلوه قوي. بصي بقى هي 10 دقايق انت هتغطي عليها، 10 دقايق هتلاقي البيض استوى وبقى جميل. في تركة حلوة قوي كده بقى انا بحب اعملها في الاخر، والولاد بيحبوها جدا وبيعشقوا الاكلة دي بسبب التركة اللي انا بعملها في الاخر ديت. تعالوا نشوف مع بعض. بصي بقى اي نوع جبن عندك حطيه، او انا بحب في العادة احط ميكس جبن.
اي بقى جبن عندك بقى، رومي بقى، موتزاريلا، شيدر، اي حاجه عندك. هو انا هنا ما كانش عندي غير موتزاريلا بس، فايه فحطيتها، فقلت برضو ايه هعملها برضو، مش هسيبها يعني، هعملها. بس طلعت جميله قوي قوي. لما بضيف عليها شيدر وجبنه رومي بتبقى تحفه الصراحه، بتبقى الريحه حلوه قوي قوي. 10 دقايق بالظبط انا غطيت عليها والجبنه ساحت، ولا حطيتها شوايه ولا فرن ولا اي حاجه. الجبنه ساحت وبقت جميله جميله، الريحه بجد حلوه قوي قوي. عايزاكي بقى تلم حبايبك و20 جنيه عيش كده ولا حاجة، وانزلوا بقى، انزلوا على كمية عيش كده، رصة عيش حلوة، لانها بجد اكلة بتأكل. حلاوة الاكلة دي بقى ان هي ايه، بتنفع وجبة غدا، فطار، عشاء. حلوة وخفيفة وجميلة ولذيذة، ما بتاخدش اي وقت خالص وسريعة. جربوها ومش هتندموا. بصوا معايا شكلها عامل ازاي، كل حاجة فيها مستوية وحلوة قوي. بصوا الجمال، بص الجمال عاملة ازاي، مختلفة خالص غير المسقعة، يعني دي طعم مختلف بجد، عشان اللي يقول لي ايه ده دي مسقعة. لا لا لا، مختلفة خالص. بص بقى البيض مستوي عامل ازاي من جوه، ما خدش اكتر من لا اقل من 10 دقايق كان البيض استوى لما انا غطيت عليه، اقل منها. بصوا بجد عامل ازاي، جميل جميل جميل، وطعمه حلو جدا فيها، ليها طعم كده مختلف كده بجد، تأكل تأكل جامد يعني. والبطاطس بص عاملة ازاي مع الجبنة بقى، يعني حاجة فوق الوصف. تابعوني بقى وحطوا لي اشتراك ولايك للقناة عشان تشوفوا كل وصفاتنا ان شاء الله بإذن الله. هننزل الفترة اللي جاية دي ان شاء الله وصفات كده اقتصادية وشتوية وسهلة ومش مكلفة كتير، وفي نفس الوقت هتبقى مغذية وحلوة قوي للأولاد وكده، وهنضيف عليها التريكات والحاجات اللي هم بيحبوها، عشان ايه ياكلوا الخضار والبروتين والحاجات اللي هي فيها ان شاء الله بإذن الله. تابعوني بقى وما تنسوش الاشتراك واللايك. مع السلامة.